السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الإبرة الطبية في المنام. حلم الإبرة الطبية للرجل بيدل على تخلصه من المعاناة الكبيرة التي تكون بعمله أو علاقاته مع العائلة بتاعته، وقد بتدل رؤية الحقنة في المنام للرجل المتزوج على الحلول والمشاكل الزوجية. أما إذا رأى الرجل في منامه أنه يأخذ حقن دواء وبيشفي في الحلم، فإنه بيتلقى البشاير والمسرات الكبيرة في حياته. طيب، رؤية أخذ إبرة طبية في اليد بتدل على حمل الزوجة عما قريب. أما إذا رأى الرجل أنه يأخذ حقنة للعلاج في المؤخرة في الحلم، بيكون دليل على دخوله بشراكة ينتفع بها. أما رؤية الزوجة تأخذ حقنة طبية في المنام بيدل على تحسين الأحوال وتغيير في المعاملة للأفضل. أما حلم الشعور بألم عند الوخز بإبرة العلاج أو الحقنة للرجل بيدل على دخوله بعمل عسير أو صعب لا يدوم. أما رؤية الخوف والهروب من أخذ الإبرة في الحلم للرجل بيدل على القلق وعدم الثقة بالنفس. رؤية الإبرة الطبية في المنام للعزباء بيدل على المناسبات السعيدة والأفراح في حياتها، وقد يدل حلم الحقنة للفتاة العزباء على زيادة في عزيمتها وإصرارها لنيل مرادها. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تأخذ إبرة الدواء في الحلم للعزباء، فإنها قد تتزوج قريبا من شخص تحبه. ورؤية السرنجة الفارغة في المنام للبنت بتدل على حاجاتها لمن يقف جانبها ويرشدها للطريق الصحيح. أما ضرب الإبرة الطبية في اليد في المنام للعزباء دليل على النعم الكثيرة التي تحصل عليها في حياتها. أما حلم أخذ الحقنة في المؤخرة للفتاة بيدل على نيلها عمل جديد وتنال منه الخير الكثير. أما الخوف من الإبرة الطبية في المنام للعزباء دليل على نيلها الأمان من فتنة. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تبكي من وخز الإبرة في الحلم، فهو بيكون دليل على سرورها لتحسين أحوالها. حلم إعطاء حقنة لشخص للعزباء يدل على توددها لهذا الشخص. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تعطي إبرة طبية لأحد أفراد الأسرة في المنام، بيكون دليل على اهتمامها بعائلتها وخوفها عليهم. رؤية إعطاء حقنة علاج للحبيب في الحلم للعزباء بيدل على تسهيل الأمور والارتباط والزواج ومساعدته في تحسين أموره، والله تعالى أعلى وأعلم. وحلم الإبرة الطبية للمتزوجة بيدل على خروجها من أزمة مادية وراحتها، وقد تدل رؤية الحقنة على الحمل القريب. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تأخذ الإبرة في المنام، فذلك بيكون دليل على رزق تناله من إرث أو تشير. رؤية الزوج يأخذ حقنة دواء في الحلم فإنه يرزق من حيث لا يحتسب. أما حلم أخذ اللقاح للمتزوجة بيدل على حماية أسرتها من الشر والأذى. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تأخذ الحقنة في العضل في المنام، فذلك بيكون دليل على زيادة في المسؤولية اتجاه بيتها. ورؤية أخذ الحقنة في الوريد في الحلم المتزوجة بيدل على انتهاء المشاكل والخلافات الزوجية. حلم الحقنة في المؤخرة للمتزوجة بيدل على تحسن أخلاقها وعلاقتها مع الآخرين. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأخذ إبرة طبية في اليد في المنام، بيكون دليل على مساندتها لزوجها ومساندة زوجها لها. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعطي لشخص حقنة في المنام، فإنها بترشده للطريق الصحيح والصواب. أما رؤية أخذ الحقنة من شخص في الحلم للمتزوجة بيدل على تلقيها مساعدة لتحسين حياتها ومعيشتها، والله تعالى أعلى وأعلى. حلم الحقنة أو الإبرة الطبية للمطلقة بيدل على تخطيها مرحلة قاسية قد مرت بها سابقا في حياتها. ورؤية الإبرة الطبية في المنام للمرأة المطلقة بيدل على تجدد في نشاطها وصحتها. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تأخذ حقنة الدواء في الحلم، بيكون دليل على سعيها لتغيير أوضاعها للأفضل. ورؤية كسر الإبرة الطبية في الحلم للمطلقة بيدل على فشلها في تحقيق ما تصبو إليه. حلم الإبرة الطبية في الجسم للمطلقة بيدل على تخلصها من أمراضها. أما إذا رأت المرأة المطلقة حقنة في يدها في المنام، بيكون دليل على أفعالها الحسنة والخيرة مع الناس. ورؤية أخذ المرأة المطلقة حقنة في المؤخرة بيدل على التخلص مما يعيق عملها. أما وخز الإبرة الطبية في المنام بيدل على بعض الهموم التي تزول بعملها الصالح. أما إذا رأت السيدة المطلقة أنها تتألم من أخذ الحقنة في الحلم، بيكون دليل على الخسارة في الجزء من مالها.
والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الإبرة الطبية في المنام للحامل بيدل على تخلصها من معاناة حملها. أما إذا رأت المرأة الحامل طبيب يعطيها الحقنة في الحلم بيكون دليل على نهاية مرض أو علة في جسدها. حلم أخذ الحقنة في العضل للحامل بيدل على تغلبها على المصاعب التي تواجهها في فترة الحمل. ورؤية أخذ إبرة في الوريد في منام الحامل بيدل على ولادة بخير وسلامة. أما إذا رأت المرأة الحامل إنها تشتري إبرة دواء في المنام بيكون دليل على سعيها لحماية نفسها وجنينها من كل أذى. والشرور بوخزة الإبرة في الحلم للحامل دليل على مشاكل خفيفة مع زوجها أو أهله. والله تعالى أعلى وأعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.